خايفة أبدأ وأنا مش موهوبة وأنا يمكن أفشل. اسمعيني كويس، الموهبة مش حاجة بنتولد بيها، الموهبة هي إنك تبدأي وتكرري وتتدربي وما توقفيش. اليوتيوب دلوقتي بقى فيه كل حاجة، بس لازم تلتزمي. لو خصصتي كل يوم ساعة بس من وقتك، مش بس هتتعلمي، ده انت هتبدعي. مش لازم تبيعي من أول أسبوع، بس أول قطعة تعمليها هتحسي بقيمتك، وتاني قطعة هتحسي إنك بتتطوري، وتالت قطعة هتتسألي دي منين؟ ممكن أطلب واحدة، ممكن تعملي لي زيها. وصاحبتك اللي شافتها وجربتها هتقول لصاحبتها، وصاحبتها هتقول لصاحبتها، ومن هنا هيبدأ مشروعك يكبر ويتطور. وهقولك على معلومة يمكن تشجعك، إنه في ستات كتير في مصر بدأوا مشروع كروشيه أو مكرمية أو كونكريت من بيتهم، وبقوا دلوقتي عندهم براند وصفحة وطلبات مش ملاحقين عليها. ليه لأ؟ ليه ما تكونيش انت واحدة منهم؟ ليه تفضلي حاسة انك مش نافعة وان وقتك بيضيع وانك واقفة مكانك وما بتتحركيش؟ الفرصة قدامك والادوات موجودة والمهارات اهي ببلاش، وانتي قدها، انتي قد التحدي. بس خليكي عندك ثقة في نفسك. وصدقيني بجد، لو عايزة تنجحي شوفي ايه الحاجة اللي بتحبيها. مش لازم تكوني خبيرة فيها، مش لازم تكوني عرفتي تشتغليها، كفاية انك بتحبي تشوفيها وبتتبسطي وانتي بتشتريها، او حتى على الاقل بتتابعي الناس وهم بيعملوها. دي علامة، دي بداية شغف، وكفاية تكون أول خطوة. ابدأي حتى لو مش عارفة تبدأي منين، ابدأي حتى لو اللي عملتيه